نباشر مباشرة من القناة الأولى نتابع نتائج استحقاقات 7 أكتوبر، ونتابع بجهة فاس مكناس. فاز بالدائرة الانتخابية البرلمانية فاس الجنوبية كل من إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، محمد الحارتي عن حزب العدالة والتنمية، كذلك علال العمراوي عن حزب الاستقلال، رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وبالدائرة الانتخابية فاس الشمالية فاز عمر فاسي فهري عن حزب العدالة والتنمية، عبد الواحد بوحرشة حزب العدالة والتنمية، حميد شباط عن حزب الاستقلال، وعزيز لبار عن حزب الأصالة والمعاصرة. نتابع من الدائرة الانتخابية مكناس حيث فاز عبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال، عبد القادر البريكي حزب الحركة الشعبية، عبد الله بوانو حزب العدالة والتنمية. فاز أيضا بهذه الدائرة إدريس صقلي عدوي عن حزب العدالة والتنمية، إدريس قشال حزب الاتحاد الدستوري، وبدر طاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار. بالدائرة الانتخابية الحاجب فاز يوسف حدهم عن حزب الاستقلال، وخالد البقرعي عن حزب العدالة والتنمية. بالدائرة الانتخابية إفران فاز أحمد رشيدي عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد وزين عن حزب الحركة الشعبية. فاز بالدائرة الانتخابية البرلمانية مولاي يعقوب جواد دواحي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد يوسف عن حزب العدالة والتنمية. بالدائرة الانتخابية صفرو فاز أيضا إدريس شطيبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس مسكين عن حزب العدالة والتنمية، والحسن السكوري حزب الحركة الشعبية. بالدائرة الانتخابية بولمان فاز كل من أحمد شوكي عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد إدريسي حزب العدالة والتنمية، حسن العنصر حزب الحركة الشعبية. نتابع بالدائرة الانتخابية تونات تيسا فاز كل من عبد اللطيف الفويقر عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الله الإدريسي البوزيدي عن حزب التقدم والاشتراكية. الدائرة الانتخابية البرلمانية القرية غفسي منحت مقعدا أيضا لمحمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، المفضل الطاهري حزب الاستقلال، ونور الدين قشيبل حزب العدالة والتنمية. بالدائرة الانتخابية البرلمانية تازا تمكن من الفوز بمقعد أيضا كل من جمال مسعودي حزب العدالة والتنمية، محمد بودس حزب الاستقلال، عبد الواحد المسعودي حزب الأصالة والمعاصرة، كذلك عبد العزيز كوسكوس عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد أمغار حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. إليك رضا. نعم مريم، نواصل بأسماء الفائزين في